ذكرنا مجموعة من الأمثلة والنماذج الناجحة جدا في مجتمعنا، منها العظيمة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وشؤون الاتحاد الأفريقي والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا. طبعا السفيرة منى دبلوماسية بارعة، شاركت في صياغة ملف العلاقات المصرية نحو القارة السمراء، وطبعا كانت شاهدة على أحداث تتعلق بأزمة حوض النيل. نجحت في أوقات كتيرة في إذابة الجليد وتخفيف حدة الأزمة بين مصر ودول حوض النيل، لغاية ما أطلقوا عليها فراشة الدبلوماسية المصرية السفيرة منى عمر، وأكملت رسالتها في الخارجية المصرية وانتقلت لميدان آخر هو ميدان الدفاع عن حقوق المرأة، ومن خلال المجلس القومي للمرأة السفيرة منى عمر على هواء راديو القاهرة الكبرى. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيكي وبشكرك على الكلام الجميل ده اللي ما استحقش ربعه. بالعكس يا ست السفيرة، حضرتك نموذج جميل لينا ولكل سيدات مصر وكل سيدات العالم العربي. حضرتك نموذج ايجابي جدا ونموذج وقدوة لينا كلنا يا ست السفيرة. الله يخليكي. هو اولا بس انا عاوزه اقول ردا على كلام الاستاذ منتصر، انا سمعت الجزء الاخير اللي هو بيتكلم فيه على انه ممكن تكون المرأة هي المدير، وان ده بيبقى فيه مشكلة بالنسبة للآخرين الذكور يعني. بالظبط يا فندم. هو طبعا يعني بنتكلم على المجتمع المصري وبعض العادات والتقاليد اللي بتقيد حركة المرأة او الوصول الى مراكز معينة، وبتبقى في مشاكل في العمل بخصوص قيادة المرأة لهذا المؤسسة او المكان. انا بس عاوزه اقول انه الحقيقه اولا طب انا وصلت ان انا كنت مساعد وزير الخارجيه بالظبط، وكنت سفيره في اكثر من سفاره في الخارج، وكل الاماكن دي بتعد اماكن قياديه. كنت كمان حتى رئيس مجلس اداره النادي الدبلوماسي، يعني كل الدبلوماسيين، ورئيس مجلس المساعدين، وانا لم اواجه ابدا اي نوع من الرفض من قبل الساده الذكور اللي عملوا معي، بل بالعكس كان كتير منهم بيقولوا انه قياده امراه افضل كثير جدا من قياده رجل، وكانوا بينتجوا وبيدوا وكانوا متعاونين جدا جدا. طب ست السفيرة، وعدم التعميم، لانه بالزبط. فعلا في فئات في المجتمع المصري لا تفرق بين رجل وامراه، والعمل بيكون هو المعيار ولا اكثر من ذلك ولا اقل. أنا عايزة نسمع من حضرتك وكل السادة المستمعين يسمعوا معانا تجربة حضرتك في القيادة الناجحة والوصول لكل هذه المناصب والمراكز، وهي مراكز يعني رفيعة المستوى كمان، مش أي مراكز. إزاي حضرتك يعني قدرتي توصلي لهذا يعني لهذه المستوى، وإيه الأهم التحديات اللي كانت بتواجه حضرتك وإزاي قدرتي تتغلبي عليها؟ يعني انا اقدر اقول لحضرتك ان هو العمليه بالنسبه لي ما كانش فيها اي نوع من الصعوبه، مش لان انا انسانه فذه، اكتر من ان هو انا اعتقد ان البني ادم اللي بيشتغل في المكان اللي هو فيه وبيحب العمل اللي هو بيقوم بيه، يعني هو ده المعيار الوحيد بغض النظر عن النوع، يعني هل هو ذكر ام انثى ما بيفرقش ساعتها لما الناس اللي حواليكي بيلاقوكي جاده، ويعني مش بتضيعي الوقت في اي يعني تفاهات، وما بتحاوليش انك انت تعتمدي مثلا على نصك او تعتمدي على انك انت سيده في انك تحصلي على مزيد من المكاسب او على تسهيلات اكثر او غيرها. يعني انا اشتغلت في بلاد كان فيها حروب اهليه. بالظبط. حروب اهليه بمعنى ان احنا كنا بنبقى بنستعد طول الوقت لانه هيحصل هجوم على السفاره، ان هو في ضرب نار في الشارع بيحصل بمجرد اللون. يعني في جنوب افريقيا انا عملت في رواندا بعد المذابح اللي حصلت اللي راح فيها حوالي 1,000,000 شخص. اللي كنا في يعني الاحتفالات الرسميه بالنسبه لي كانت بتكون اعاده دفن اشلاء الموتى، يعني يحطوا قدامنا الأذرع والأقدام والجماجم. كانت ظروف صعبة جدا حضرتك، الظروف اللي عملتي بيها في المناطق صعبة طبعا. لكن ما كانش فيه فرق بين رجل وامرأة. أنا بس كل اللي بركز عليه إن هو لما أنت بتشتغلي يوم بدون ما بتقولي لا أصل أنا ست ما يصحش إن أنا أشوف المناظر دي، أصل أنا ست ضروري ما تودونيش البلاد اللي هي فيها مشاكل. لو أنت ما قلتيش الكلام ده، أنت كسيدة أنت بتفرضي على الآخرين ان هم بيتعاملوا معاكي من منطلق
عطائك، كفاءتك، حبك للعمل، حبك ليهم، يعني بيكون هي دي المعايير. طب هو أنا عايزة أعرض لحضرتك برضو رأي يعني أثير على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهو اعتقاد أو يعني رأي بعض الرجال المشاركين إن السيدة المفروض ليها أوقات معينة للعمل، وهو بعد مثلا فترة يعني أثناء زواجها في فترة رعاية أولاد وكده، وما بعد ذلك تقدر إن هي تشتغل. هل في موازنة أو معادلة ما بين الواجبات الأسرية وأيضا النجاح في العمل؟ وهما كمان يعني من ضمن الآراء اللي تم عرضها وهو على لسانهم إن السيدة الناجحة بتنجح فقط بعد هذه الفترة وليس أثناءها. هل في تعارض؟ الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي هو بالضبط ده كان الوضع، لأنه أنا تزوجت وفي خلال فترة زواجي كنت واخدة أجازة بدون مرتب. أيوة. ولغاية ما الأولاد بقوا في سن معين قادرين فيها على إن هم بيروحوا مدارس، بيعتمدوا على نفسهم، بحيث ان انا اقدر اعود الى العمل. فهو بالضبط اللي هم قالوه على صفحتكم هو اللي حصل معايا، وبالتالي بيبقى ما بتبقيش قلقانه، لكن في كل الاحوال انت محتاجه انك انت تعملي التوازن بالظبط، لانك ما زلتي زوجه وما زلتي ام، بالاضافه لكونك عامله. وانا اعتقد انه برضو الراجل ضروري يعمل هذا التوازن. يعني اعتقد ان الراجل هو مشارك برضو، المفروض انه يعني لا يلقي العبء بالكامل على الزوجه، وخاصه اذا كانت بتعمل وبتساعد في الواجبات الاسريه المطلوبه. فاعتقد ان هم شركاء في الحياه. هم شركاء، وهو برضو ملقى على عاتقه ان هو كأب عليه برضو مسؤوليات في تربيه الاولاد وغيره، وفي نفس الوقت هو يعمل وهو زوج في نفس الوقت. يعني هو محتاج برضو الثلاث مجالات دي يكون عطاؤه فيها متوازن، بحيث ان هو لا يفشل في اي منها. يعني الحكايه ما هياش ست وراجل. طب سيادة السفيرة، أنا عايزة أسأل حضرتك إيه أكتر موقف تعرضتي ليه واستشعرتي فيه بقوة شخصية أو بوجوب قوة شخصية، زي يعني بغض النظر أن حضرتك سيدة يعني قوية أكيد طبعا، لكن أقصد بالسؤال أن مواقف من الممكن التعرض ليها من الممكن أن السيدات قائدات ما يتحملوهاش. يعني هو أنا أقدر أقول لحضرتك أنه يعني أنا كنت سفيرة في الدنمارك في الفترة اللي كان فيها الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. الفترة دي كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لي، لأنه احنا كان عدد السفارات الإسلامية قليل جدا، وكان مثلا سفيرة تركيا رافضة انها تدخل في الموضوع، لأن هم كانوا بيسعوا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فمش عاوزين يغضبوا الدول الأوروبية. مش عارفة المغرب والجزائر كانوا بيتكلموا بس لغة فرنسية، وبالتالي لمواجهة الإعلام والمجتمع ما كانوش قادرين ان هم يعملوا الكلام ده. فالمهم ان هو المسؤولية كانت ملقاة على عاتقي، وكان في هجوم شديد جدا جدا من قبل يعني كل اللي موجودين هناك، لان هم كانوا بيعتبروا، كانوا بيقولوا لي اللي انت عملتيه فينا ما اتعملش فينا من ايام الحرب العالمية. وكنا بنتلقى تهديدات طول الوقت، وبيتكتب لنا على جدران السفارة كلام جارح، وتوصل جوابات. الوقت ده كان وقت صعب جدا حقيقي، لانه كمان انت بتدافعي عن مش عن قضيه عاديه، انت بتدافعي عن قضيه تهم العالم الاسلامي كله، وكلها يعني الدفاع عنها ده طالع من قلبك ومن ايمانك بالدين، ويعني حاجه كبيره. وبالتالي مش مجرد انك انت مثلا بتسعي لترشيح حد المنصب او لتخطي ازمه دبلوماسيه، لا، كان الوضع اكبر من كده، وكان العالم الاسلامي كله يعني مركز على هذا الموضوع. لكن حضرتك يعني سؤال برضو بيسأله البعض، ويمكن احنا كمان عايزين نسأله نفسنا، هي ليه دول العالم كلها فيها قيادات وصلت لغاية رئيس الوزراء البريطانية مؤخرا، ورئيس الجمهورية ايضا، ووزراء يمكن مش وزيرة ولا 2 ولا 3، لا يمكن كمان اكثر من نصف الوزارة في بعض دول العالم هم سيدات، واحنا لسه في مصر يمكن عدد محدود جدا من السيدات اللي وصلوا لهذه المراكز. ليه يا فندم؟ هو طبعا يعني لو احنا اتكلمنا عن الثقافه الذكوريه للمجتمع، فهي مستشفيه تماما في المجتمع المصري. يعني انت ما زال عندك
بعض المناصب اللي محدش لما تيجي تكلميه يتخيل ان ممكن تتولى السيده. يعني ما بيفكروش ابدا ان السيده ممكن تتولى وزير الدفاع بالظبط، ولا مثلا رئيس جهاز مخابرات، بينما في دول افريقيه زي جنوب افريقيا السيده بتتولى فيها مثل هذه المناصب. بالظبط. احنا حتى اليوم ما كانش عندنا وزيره خارجيه ما شفناهاش. انت عندك على الاقل ثلث الافارقه عندهم وزيرات خارجيه. سيدات. احنا طبعا عمليه رئيس جمهوريه بيطلع لك ناس بتقول الدين والشرع بيقول لا تولوا عليكم سيده، وبالتالي بيضربك بالشريعه. لا يمكن دي مشاكل بتواجهنا، لكن هل نستطيع ان احنا نغير هذه النظره او نقدر نغير هذه العادات هذا المجتمع، ولا صعب علينا؟ لا طبعا نقدر، وانا يمكن الحاجه اللي بتفق فيها مع المتحدث السابق هو اهميه التعليم. التعليم احنا عندنا المراه اقل نصيبا من التعليم من الرجل، وبالتالي عدد السيدات المؤهلات ما بيبقاش بنفس الحجم بتاع الرجال. السيدة بطبيعتها الفترات السابقة كانت بتبقى عندها نوع من الخوف والخجل من انها تواجه المجتمع وتتولى الوظائف. الوضع ده ما بقاش موجود من بعد الثورة. الحقيقة المرأة بعد الثورة شاركت مشاركة شديدة الإيجابية في كل الفعاليات اللي حصلت، سواء الدستور، سواء الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية، يعني إزاحة حكومة الإخوان. المرأة كانت هي العنصر الرئيسي في كل هذه الفعاليات، فابتدت الست فعلا تقدر انها تطلع وتواجه وتتكلم. ودلوقتي اعتقد ان عدد القيادات النسائيه وخاصه من الشابات ارتفع كتير. احنا نتمنى ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان هي يكون ليها دور، وخصوصا لما يكون عندنا قدوه جميله زي حضرتك تحفز. انت جميله، اشكرك. تحفز كل البنات والسيدات ان هم يعني يقدروا ان هم يكونوا، وهي تستطيع ان تكون. هي تستطيع وهي تستطيع وهي تستطيع، ومش هقول اكتر من الرجل لان احنا مش في مجال منافسه. اكيد طبعا كلنا شركاء في هذه الحياه. سفيره منى عمر، فراشه الدبلوماسيه المصريه. شكرا يا فندم. انا بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا النهارده في حلقه من حلقاتنا، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق في كل شيء. شكرا يا فندم، وان شاء الله متواصلين مع حضرتك دايما. شكرا لحضرتك. مع الف سلامه. هي وهي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.